سي صبري عسلامة ومرحبا. عسلامة، اهلا وسهلا بك. يعيشك يا سي صبري. كذلك نرحبوا بسي رياض البرقاوي مدير مدرسة تكوين الإطارات. سي رياض عسلامة. اهلا بك، السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بالساده المشاهدين اولا واساسا. سي رضا وسي صبري وسي محمد سامي اكي جي لونير ديتر ايسي اوجوردوي، وان شاء الله نقدموا الاضافه للمستمعين ومرحبا بك ان شاء الله. شكرا لك سي رياض البرقاوي. موضوعنا الثالث في حلقتنا لليله هو الذكاء الاصطناعي، هل اصبح ضروره لقطاعات التكوين المهني، نعم او لا؟ خلينا نبدا بسي صبري التزنيتي. سي صبري، اولا لازمنا نعرفوا شنو هي علاقه الذكاء الاصطناعي بالتكوين والتشغيل. اولا كيفيه استغلال الذكاء الاصطناعي، مثلا ادوات كيما شات جي بي تي، كيما اوبن اي اي، كيما يعني كلاود. مثلا الاداه الجديده اللي عملناها هذه تزنيتي اي اي، احنا مثلا فكرنا كيفاش نعملوا من انسان عادي نعملوا منه مخترع ولا مهندس ولا مصمم ولا محاسب، يعني عن طريق اداه ذكاء اصطناعي، فهمتني؟ فعملنا النظام هذا اللي اسمه تزنيتي اي اي، اللي عن طريق تكوين 30 يوم يولي يخدم خدمه ناس تقرا عليها يعني سنين، فهمتني؟ ثانيا فكرت، واليوم باش نفجر مفاجاه يعني في البلاتو، فكرت في الناس الاميين اللي لا يعرف يقرا ولا يعرف يكتب، وكيفاش باش يتعامل مع الذكاء الاصطناعي وهو يعني فهمتني. عملنا هذا نظام المرشد التونسي. نظام المرشد التونسي هذا يسمع مشاكل الناس، يسمعه، يعرف شنو هي مشاكله، كيفاش باش يندمج في المجتمع باش ما ينخرطش في المخدرات والاجرام واحد. فهو يسمع المشكله هذه ويوجهه ويقول له ايش قولك لو كان انا نعلمك حرفه في ظرف 3 أسابيع، نعلمك الحرفه هذه تولي تتقنها وتولي تعمل مشروع منتج وتولي معناها نافع في المجتمع، ويحاول يعاود يأهل الشخص هذاك من النظام اللي كان منخرط فيه، فهمتني؟ معناها انسان كان في وسط حومه شعبيه، حتى حد ما يوجهه، حتى حد ما يقول له نصيحه، حتى حد ما يعطيه كيفاش يمشي، يحاول يوجهه خطوه بخطوه حتى لين يوصل يولي عنده مشروع ويولي انسان نافع وعنده حرفه ويخدم فيها، فهمتني؟ فاحنا فكرنا في الناس هذوما وعملنا نظام المرشد التونسي. ان شاء الله نحكيو على التفاصيل ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله. شكرا لك سي صبري التزنيتي. سي رياض البرقاوي، كنت جزيلا سي صبري، ما حوجنا لمثل هذه الكفاءات في البلاد. شكرا زاد على البريزونتاسيون والالوان اللي اخترتها، معناها كانت متناسقه جدا وحلوه برشا، وشيء ينفع. هذا بالنسبه لنا احنا ديما اوني دي شاسور دي معناها تعجبنا الافكار، وخاصه توا اوني دون لوبليغاسيون باش ندخلوا في دومين الانتيليجنس ارتيفيسيال. هو ليس خيار، هي ضروره تو، هي العالم الكل متجه لها، دونك احنا نتجهوا لها. وكان لنا لقاء مع سي صبري في الاسبوع الفارط، معناها وتحدثنا في معناها بوسيبيليتي دو بارتنريا، كيفاش باش نتعاملوا مع بعضنا وكيفاش باش نقدموا خاصة في ميدان البروغراماسيون ديفلوبمون الكرياسيون سيت ويب وكل شيء، بما أننا نحن مختصين في تكوين الانفورماتيك ابليكي لا جيستيون، باش نحاولوا نفيدوا البوبيلاسيون اللي عندنا، لي زيتيديون اللي عندنا أكثر ما يكون، باش كي يتخرج معناها يكون عنده دراية كبيرة ياسر على التكنولوجيا الجديدة هذه، ويكون هو معناها متمكن من اليات الخدمه نتاعو في الديفلوبمون والبروغراماسيون اللي قراها عندنا، مع التطور هذايا والتكنولوجيا الجديده هذه، الذكاء الاصطناعي هذايا اللي مش يسهل له ياسر ويعرف كيفاش. خاطر انا نتصور الذكاء الاصطناعي اللي يستعمله واحد امي ممكن يحيد على المسار نتاعو، اما اذا كان يكون هو ولد الدومين وكذا ويزيد يستغل معناها كاحسن ما يكون، ان شاء الله يعاونوا برشا ويكون كفء، ومعناها يكون حسب المتطلبات العالميه في الشغل. واضح. باهي، شكرا لك سي رياض البرقاوي. باش نرجع لك، لكن قبل خلينا نمشي ونخرجوا فاصل اشهاري صغير وبعد نرجعوا للبلاتو. Donc
فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاح. أنا أيام بسلاتي قريت في لو اف سي بي تي بي انفورماتيك دو جيستيون، تعديو عامين سافا، وان شاء الله نبي نكمل البي تي اس. ومرحبا بالناس اللي يحب يقرا لهنا. اليوم سوتونونس نتاعي والحمد لله نجحت بمونسيون تري بيان. نحب نشكر جميع اللي قراوني كلهم، مدام اسراء، مسيو مروان، مسيو حمزه، مدام سيرين، برشا قراوني بروفيت، ما تحفونين على الاخر ويعملوا يعني يكونوك بالكدا الكل. ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. ننصح اللي يحب يقرا الكلهم يجيو لهنا يقراو، خاطر سونتر باهي برشا. مرحبا بكم من جديد. سي رياض البرقاوي كنا نشوفوا في فيتيير خاص بمدرسه تكوين الاطارات او اف سي. ما شاء الله مدرسه تكوين الاطارات او اف سي اشهر من نار على علم في كامل تراب الجمهوريه، نظرا للجديه والمصداقيه نتاع المدرسه هذه. برشا ناس يتصلوا بنا احنا زاد في قناه الجنوبيه يقولون بالله اعطيونا العناوين وين موجوده مدرسه تكوين الاطارات. عملوا شراكه مع سي صبري يولي الذكاء الاصطناعي موجود في مدرسه تكوين الاطارات او اف سي. الجديده، واحنا ديما سباقين في معناها في مكابده التطور التكنولوجي وهذا، وشرفنا ياسر نخدموا مع سي صبري ككفاءه عاليه ان شاء الله. دونك احنا ديما نلوجوا على الافاده ماكسيموم كما كنا نحكيو. عندنا سيرتو الافاده دي مش تكون للطلبه الكل، نحاولوا نعملوا نوادي فهمتني ولا لا، معناها لجميع الطلبه ومش ينتفعوا منها باذن الله. ما زال التسجيل مفتوح في الدوره هذه، والاماكن راهي محدوده تقريبا كأول مؤسسه تكوين مهني باش تقوموا ان شاء الله نكونوا ديما. احنا عملنا برشا دي بارتنريا معناها دي ملتي ناسيونال نتاع التشغيل قبل فهمتني ولا لا، ومازال سيرت المفعول. ثم دي ملتي ناسيونال راهم ياخذوا الاكسكلوزيفيتي، راهو ياخذوا من عندنا احنا الاطارات ياخذوهم كان من عندنا نحن، معناها عاملين شراكه ياخذوا نحن نوفروا لهم سير ميزور العامل المختصه لهم هما، وهما معناها البارتنريا دي مازال سارت مفعول. كيما مش نعملوا ديما دي بارتنريا مع التطور التكنولوجي، والانسكريبسيون مازال توا محلول الدوره هذه دوره اكتوبر 2025. واللي حاب يلتحق بينا معناها العناوين 12 نهج اليونان تونس، 19 نهج روسيا تونس، ولا 22 نهج الجزيره تونس. نسمع عنوان جديد ان شاء الله قريب. فما مفاجاه في الطريق سريات ان شاء الله. ثم مفاجاه توعدنا احنا نكونوا اول من يعلن عن المفاجاه هذه. من يكون موجود ان شاء الله ويصور نمشي ديما بحاول لها. احنا ديما موجودين ونساندوا البرنامج التكويني هذا اللي هو معناها مشرف جدا ويساهم. راهو برشا من الناس يتفرجوا معناها الاودينس نتاعو كبيره برشا، والناس الكل تحكي عليه. راهو والله وين نمشي في الشارع الناس الكل يحكوا لي على برنامج علمني، وراهو الناس معناها ديما يعطونا رسائل، وان شاء الله مش نعملوا معناها ربيع ساعه خاصه باش نوصلوا لهم شنو يحبوا اصواتهم وكل شيء. وبارك الله فيكم. مرحبا تجاوب السلطه معناها رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه. هذا استشفيتوا سي رضا، وان شاء الله بارك الله فيهم والحمد لله. شكرا لك سي رياض البرقاوي. نمشيو نخرجوا فاصل اشهاري اخر ومن بعد نرجعوا للبلاتو. فاصل اشهاري خاص بمركز تكوين مركز الفضاء للتكوين المهني ومن بعد نرجعوا للبلاتو. D'abord, je m'appelle Ali Jamal. Je suis comorien. Ma réputation ici en Tunisie n'a qu'un seul objectif, c'est de faire mes études. Et aujourd'hui, ou bien je mets en terme mon étude professionnelle ici, dans ce centre. Je suis ici en Tunisie pour progresser mes études. Et dans le centre de CFPF, en BTS, Commerce International. Et je vous appelle, mes amis et mes collègues qui sont au pays, de venir ici, de bien venir augmenter plus les études, car ici, on est comme une famille. Normalement aussi avec le staff aussi du administratif, sans oublier aussi les professeurs et les profs. Ils sont là pour nous, ils sont gentils, on est là, on partage tout. Aslema, اسمي فاطمة الزديني.
نقرا كوميرس انترناسيونال. اليوم تخرجت BTS الحمد لله يا ربي. تعدى جو باهي على الاخر، لي جوري زاده محليهم على الاخر، ما تحسش روحك معناها غريب في وسطهم، كاينهم لي فامي نتاعك وكل. اسمي ملك خليفي، قريت عامين هوني BTP بفضل مدام صابرين المديره، هي اللي شجعتني باش نقرا فورماليتي دوانيير. كملت BTS نتاعي، اليوم التخرج نتاعي كوميرس انترناسيونال. سونتر نتاعنا طايره على الاخر، يكون معاك في لي كونديسيون الكل. ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. حكايات قلبي والافراح يرفع ايده خلي في عينه وعينه، ناجح يرفع ايده خلي في عينه وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما، ونجاحنا يطول دايما على طول دايما. نشجع اي واحد ما نقولوا احنا خذا الباك يحب يواصل يجي للسونتر CFPF يكمل، ما يوقفش حياته، عنده برشا مستقبل قدامه في لي دومين الكل، كو سوا دو فورماليتي، كو سوا كوميرس انترناسيونال، كو سوا كونتابيليتي، عندك زاده جيستيون دابروفيزيونمون ادمينستراتيف، تنجم تقدم حلمك الاقوى واقوى، تنجم تكمل حياتك، تنجم تعمل تو بريسك BTS كيما باك بلوس 2، تنجم توفق من روحك وتقدم من روحك. ومرحبا بكم في السونتر CFPF. مرحبا بكم من جديد. سريذاء العرفاوي، سامحني سريذاء العرفاوي. كنا نشوفوا في الفيديو الخاص بمركز التكوين المهني الفضاء، ما شاء الله زاد هو في برشا اختصاصات. احنا ما مشيناش بعيد، يعني في نفس المكان في نفس الموقع في نفس المؤسسه، لكنها معناها عندها فروع. هي الAFC عندها فرع الفضاء زاد عنده اختصاصات مختلفه على الAFC، وبالتالي معناها ثم تنوع، ثم ناس معناتها اللي يحب يمشي ينوع اختصاص معين، او ثم برشا اختصاصات كنا نشوفوا فيهم في الAFC، وثم الاختصاصات الاخرى اللي كنا نشوف فيها في الفضائي. يعني ثم امكانيه الاختيار للطالب، ومع الذكاء الاصطناعي باش يدخل الAFC اكيد باش يدخل الفضاء، واللي يحب يجي للفضاء راه جا للAFC نفس الشيء. خاصة انه الاختصاصات الموجودة سواء في الفضاء ولا الAFC راهي هي الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، انت تكون ضمنت روحك انه بقدرة ربي باش تمشي ديريكت. خاصة لي بورسونتاج نتاع الانسيرسيون في سوق الشغل معناها راهم فاقوا ال 94%، معناها هذا مشرف جدا. عباره لو انك تكون متاكد انه باذن الله اثر التخرج في السنه الاولى انك وزل اراشي ان بون بوستورام، سو سون دي برونور دو ديسيزيون، ما همش دي زيكزيكوتور دوردر، معناها راهم دي كادر معناها دي دوتنتور دو الBTS، راهو سي ان كادر دو سوسيتي، وراهو معناها في بارتي معناها احنا برشا يطلبونا يقولوا لنا علاش ما يعملش سيريات فروع في داخل الجمهوريه، برشا يطلبونا من داخل الجمهوريه. والله اسمع البعيد ما تنجمش تراقبوا مليح. احنا راهو نعتمدوا الرقابه اليوميه عن برشا سيريات انستونتاني، معناها يلزمك تراقب انستونتاني كل شيء قدامك، معناها الرياليزاسيون دي كور، كل شيء، فورماسيون، لي فورماتور، ديسيبلين، كل شيء. راهم يجونا ما عندهمش حتى مشكل، يجوا حتى من جربه، حتى من بنزرت، حتى من الافريق جايينكم، من بنزرت، من الكونغو، يجيوا من كل بلدان العالم. يعني بعد التكوين فما توجيه، يعني توجههم فهمت كيفاش هو شوف من التخصص نتاعو وثم شركات يطلبوا لي زيليت باش يخدموا، دونك وثم متابعه بعد قداش مالا كيفاش نعرفوا احنا تو دانسيرسيون في سوق الشغل، ما هو حسب الاحصائيات المعتمده، دونك ثم متابعه بعد التكوين، وكذا ثم امكانيه باش نبثوا الخدمه. شكرا لك سي رياض البرقاوي، يعطيك الصحة. باش ناخذ سي محمد سامي كلمة أخيرة في موضوع الذكاء الاصطناعي والتكوين المهني. ترى أنت هل أنه أصبح ضرورة الذكاء الاصطناعي في مجال التكوين المهني؟ شكرا. بداية ساعة أني أنا الحصة الفارطة بحكم علاقتي مع سي رياض، وأنه هو يحب التجديد ويحب برشا حاجات أخرين،
قلت أنا نفكر فعلا في موضوع الذكاء الاصطناعي، والحمد لله أعلنها اليوم على البلاتو على أساس أنه باش يكون موجود. نعم سمعت في الحلقة اللي فاتت. أكيد. وأعتقد أنه نجي بشكل جدي تو الآن الذكاء الاصطناعي والتكوين المهني. التكوين المهني هو أحد الأدوات اللي افتخر بها في تونس الخاص كما سي رياض وأمثاله اللي اعتمدوا على مواردهم الذاتية اللي راغد تحدوا برشا صعوبات على المستوى طبعا الإداري خاصة والتعطيلات المعروفة، وأكدوا ورسخوا أنه أفادوا التوانسة باش يخدموا باش يصمتوا باش يمتازوا. نزيدوا عليها الذكاء الاصطناعي هي أداة من أدوات التطور والامتياز. وإذا كان عندك أنت بعض المقارنات ولا بعض الأفكار، يعني الذكاء الاصطناعي يعطيك ما وجد في العالم. صح. آخر ما معناها توصلت له البشرية فك النقطة اللي أنت حاجتك تطورها أو تعملها. إذا كانت تمكن من الأداة هذه مش فقط في التكوين المهني وخاصة تطبيقات في التكوين المهني لا حصر لها في كل الميادين، حتى وانت تعمل جاتو وانت تعمل نعرفش معناها حجامه وانت تعمل فصاله وخياطه، انت تعمل اللي تحب انت يعاونك الذكاء الاصطناعي وتتمدد ان شاء الله تولي على مستوى مدارسنا وعلى مستوى كلياتنا وعلى مستوى كل الامور، الصناعه، التجاره الى اخره، لان هذه اداه. وقلناها في اول لقاء عملنا ولا اعتقد نقولنا الموضوع هذا هو انه ما نخافوش منه اذا كانت تملكنا من ادواته وحسن استعماله. لأنه سامحني ستيلو هذا يكتب واضح نجم يولي أداة ولا سلاح إذا كان احنا عندنا فكرة أخرى. راهو الإشكال نتاع الخايب والباهي أنت واللي توظف وكيفاش نجم تستغله وشنو هي محاسنه. مادام عندنا ذكاء اصطناعي تونسي أكيد اللي هو سي صبري أكيد بحول الله نطمئنوا على المستقبل إن شاء الله. أنا نشكر برشا نشكر الفارق هذا يا سيدي. احنا اليوم ماناش قابلين للاختراق. علاش؟ على خاطر نملكوا السيرفر نتاعنا وحدنا، نملكوا مكتبات ال ام نتاعنا وحدنا، معناها فهمني ما فما حتى حد يقدر يخترقنا وياخذ معلوماتنا ويعطيها للناس. لأن الذكاء اللي جاي من برا هو استعمار. اكيد. لكن كي يبدا محلي تونسي هكا بحث لازمنا نشجعوه باي طريقه. اكيد جدا اكيد. شكرا. صديقنا اللي هو كرس كل مجهوده لتشجيع التكوين المهني وغير التكوين المهني والاستثمار في هذا الميدان على مستوى البلاد. نشجعوه ونشجعوه طبعا من كل المنابر الاعلاميه، ودعوه لنا المنابر الاعلاميه باش انه هو يظهر ويبين شنو هو قادر، ونمشيو في الطريق هذايا لانه طريق واعد وواعد جدا. شكرا لك سي محمد سامي، يعطيك الصحه. باش نودع سي صبري التزنيتي. سي صبري مهندس باش يرجع بحذانا هو في الحلقات. اكيد باش يرجع بحذانا ان شاء الله الحلقات القادمه. سي صبري التزنيتي مهندس في الذكاء الاصطناعي، شكرا لك على الحضور معنا اليوم. نمشيو نخرجوا فاصل